مريزلي قنطرون أكاديماية كنوشيايا بعنكاوة عم بيثت بقتا مردوتانايا بأربل خارمشا مخرايا على الأوانة قنطرون جو عنكاوة مشوتب ليقاوي يوذا عيتا وما خورتا ميقرتا فالنتينا يؤارش هيدو عما خورا وبخنانة من أثرة سوريا ميقرا سامر كحل وبهديروتا الدبلوماسية أخ أرخي إد إقارة عم كنشا من يصيبة بمردوتا ومخبانة مخرة ومن يانا من أكاديماية وصبرة ويوذعاية وممثلانة اتمطك سياسة ديكنوشيا مديناية ومخبطانة بقغلة مشخلبة بشوراية دهارمشا مقرولة ميقرا جلال حبيب ريش ساعتام دبرنتا اتقنطرون أكاديماية كنوشيايا خامملا اتقابلتا بشينا لهديرة عم منهرتا بود بورسد تخارت شو وصر تشت استت قنطرون ويصيبوتي المريستة خباط مشخلبة. نشكر حضوركم في المركز الأكاديمي، والمركز مستمر في نشاطاته بالذكرى 17 لتأسيسه الذي صادف يوم 4/5، ويستمر هذا المركز بجميع النشاطات الثقافية والشعرية، وكذلك إقامة كافة الدورات التي يقيمها هذا المركز. ونتمنى أن يكون حضوركم دائما في هذا المركز لأجل المشاركة في النشاطات الاجتماعية والثقافية وغيرها. وباثر هادخ مقرولة مدبرنتا الدهرمشا مخرايا مخبطنتا مدينيتا ميقرتا مارلين يوسف مملة قابلتا بشينا عم منهرتا بودخوي شاثة رمشا. اليوم لنا هذه الأمسية الشعرية للمجموعة الشعرية بعنوان سيد الحزن لصديقتنا وشاعرتنا الرائعة السيدة فالنتينا يؤارش، مع قراءة نقدية للشاعر والناقد السوري الأستاذ سامر كحل. قبل أن أبدأ بقراءة السيرة الذاتية أحب أن أهنئ باسم الملتقى الثقافي المفتوح المركز الأكاديمي الاجتماعي في عنكاوة للذكرى 17 لتأسيسه، متمنين لهم دوام الموفقية والنجاح. حقيقة مع جزيل الشكر للمركز الأكاديمي الذي دائما يدعم المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني المتواجدة في عنكاوة، مشكور متمثلا طبعا بالسيد أستاذ جلال حبيب رئيس المركز مع أعضاء المركز. وكاد مقرولة ما خرطة ميقرطة فالنتينا يؤارش من يانا من قرياثة مخراية من كونش مشخاثة دية أمشمها مرتا اتكريوتا. كنت صغيرة تأخذني أمي إلى دكان الحلوى، كانت تدرك أن سعادتي تكمن في تلك النزهة القصيرة وذلك الطعم الرائع. كبرت الآن، الحلوى لم تعد تفرحني، وأمي هاجرت إلى قارة كبيرة، وتلك النزهة أصبحت أبعد من أمي عني. كذبت الفناجين حين باحت بمرارتنا، كذبت حتى الأنواء حين أعلنت عن طقس وماماتنا. كنا معا هناك حين تساقطت أشعة الشمس على روحينا، وانسكبنا عذوبة وحلاوة وامتزجنا معا كالقهوة. لا أريد طبعا أن أطيل عليكم. وجه بلوري. ذات مساء مزمع على الرحيل صادفت وجها بلوري الروح، كان يبحث عن حلم، ربما عن أياد تمتد لتغمض أجفان الصباح بين ركام الأمس ولهاف الخيول وشظايا الأنفاس العابرة. كان فتى غائر الابتسامة
تحتضن روحه ذكريات وآهات وطن كان بقايا إنسان، وأشرعة تكسرت فرط اشتهاء السفن، تبعثرت أوراق هنا وهناك، لا بأس. آلاف الزوايا غارقة بالأحلام، ذكريات وإيدة ووجه بلوري الروح لا زال يمعن بالتمني ويحلق في سماء لا حدود له. وآب مقرولم يقرتا مرلن يوسف من يانا خينا من أقراياثا مخراية من آها كونش مشخاثة. أعقل الحماقات، لا زلت تفتعل حديثا معي كل مساء، وكأنني زنبقة أبكاها الندى، وكأنك مارق عن كل الفضاءات. لا زلت توهم نفسك إنني أميرة النساء، تمد لي بساط الكلمات وتنتقي منها أجمل العبارات. لا زلت تمر كالحلم، تهديني وردتك الحمراء، ولا زلت أنا كما أنا، أخاف الظلام، أخاف المسافات، وأبتعد جداً، فالبعد أعقل الحماقات. وخرطة أمشو تبلة ماخورة وبخنانة ميقرا سامر كحل بمقروتا دقريتا بخننتا الآها كونش مشخاثة. وباتر هادخ مشو تبلون خامنيانا من أهديرة بمقروتة شوالة ورعيان مشخلبة بود آها كونش مشخاثة. كد مقرولة ما خرطة فالنتينا يوارش بوناية أو نوهارة بوديي أخ سواذا صبرايا من قم اتم قبل قبياثة توردي أخ شو كانت إقارة من ميقرة نظمي حزوري قنصل قاوناية دولة فلسطين قو إقليمة كردستان عراق وميقرتا ممثلنتا اتبيثت بقتا مردو تانيتا بأربل عم شو كان خينة. وهل اختمت داها رمشة مخرايا باليتا تكونش مشخاثة ديه لهديرة ميقرة. أديو يعني فعلا لدي أمسية هاوي بسيمة رابة إدارة المركز الأكاديمي الاجتماعي دائما يعني يذيل لنا مهرجانات وأن نشاطات فنية وثقافية. رابة غذيلي تود له أول نشاط توقيع كتاب دي سيد الحزن بالحقيقة أو ليه توقيع كتاب قراءات شعرية وبس يعني غزالي إنه كل يعني كل بيلة ومندي وملاحظات دي كلها بسيمة ويعني بخالة لها دائما خازة خدخم يعني نشاطات ومهرجانات لأن هو تشجيع إلى مثقف وتلشاعر وتلكاتب هويتو بسيمة رابع أختو تيتو ثالث وتو تخطي الدوا نشاط دوزوتا يعني مخ اديو اي جلسة اديو دويلة اعتوتا شاعرة ديا فالنتينا يوارش ايوخا جلسة رابع سودانتا أخ مقروطة خشمة من قصائد ديو من شعر ديو من شخيات ديو قريالة هم توقيع كتوانو لمجموعة شعرية ديو وهر هادخ اتوالا خا دراسة نقدية من كاتب وشاعر سوري من سوريا الاتيا أون إلى يولخ نقد واضح ما خرطن فالنتينا يوارش بس بخا اسلوب رابا بسيمة ورابا بشيطة هر هذا المفروض اتوالا خا فقرت زمرة اختي للاسف ويلا خا ظرف قالوا لمصيلاتي دزوتا اتخا توياتي شيرة خامندي رابا سوداننا لان شيرة الى خامندي دي عبر من حسيس مشاعر ناشئ وواقع دي قد جسدي لقى خبرانه بخاشكله بشيطه وخاشكله رابا شابيره بخيلة آلها مزيد دخلوا هدخة توياتا وبشمت ملتقى ثقافي المفتوح مقروخ يعني باروخخ ما خرطة ديا لينا يوارش بلطت أدخى مجموعة شعرية ديو أنك توانة ديو وهاو بريخة وطلبخ قالوا من تيتا هماش